انا بقالي سنتين نفسي اقدم كونتنت ونفسي اعمل فيديوهات وكده يعني. بس الصراحه كنت خايف لا الفيديو ما يطلعش حلو، مثلا اتهته في الكلام زي ما بتهته دلوقتي. طبيعي ده في البدايه لازم يحصل معاك كده، مفيش حد بيبتدي كامل يعني. فلو انت معطل نفسك مثلا عشان مايك او عشان كاميرا تصور بيها او عشان مش عارف ايه، فانت خايف، انت مش معطل نفسك على حاجه، مفيش حاجه معطلاها، انت اللي مخوف نفسك وانت اللي معطل نفسك. فانا خايف من كلام الناس ان الفيديو مثلا ما يطلعش حلو. انا بقول لك ما تخافش يعني، طالما قيس كده على اي حاجه في حياتك انت عايز تعملها وحاسس ان هي تغير حياتك، روح يا باشا واعملها. طالما الحاجه دي مش حرام، مش هتأذي بيها حد، ممكن تفيد الناس وهتكون مبسوط وانت بتعملها، دوس. نصيحه مني بقول لك ما تعطلش نفسك ودوس، ممكن ربنا يكرمك وتظبط معاك وتروح يعني. ما تفكرش الناس هتقول عليك كده كتير، لان كده كده الناس هتتكلم عليك. فلو فضلت مستني بقى وخايف تبدا عشان الناس تتكلم عليك، فاقعد في بيتك احسن، ما تشتغلش ولا تروح ولا تيجي. اشتغل واعمل اللي عليك، سيبك من كلام الناس، الناس زي ما قلت لك كده كده هتتكلم. وبس دي يعني كانت حاجه عايز اقولها ايه. وحاجه مهمه برضو، لو واقف مكان، لو فضلت تفكر في الكلام الناس اللي هتقولوا عليك، عمرك ما هتتحرك من مكانك. ده حاجه يعني لازم تكون عارف كده كويس. عشان كده بقول لك، انا بقول لك بقالي سنتين، دي السنه الثالثه الحمد لله ان انا بدات يعني. بقولها لك اهو، لو عايز تبدا كونتنت ابدا وصور وما تخافش عادي. هتطلع تحت في الاول، هتطلع تقطع، هتطلع مش عارف، هتنسى الكلام اساسا اللي انت بتقوله، فعادي كله كده. بص على اي حد مشهور وبص على الفيديوهات بتاعته القديمه، كله كان كده، كله كان بيقطع في الكلام وكله كان زيك كده، ما تخافش. بس انت لازم تبدا عشان تعرف تطور من نفسك في اي حاجه عامه في حياتك، يعني اي خطوه هتاخدها زي ما قلت لك.